الجامعة التونسية اليوم تعكس نفس سياسة الدولة. مازلنا لليوم في إدارة الوثائق، ومازلنا في الجامعة البرمجة مازالت تتحط بالورقة وستيلو. اليوم فما برمجيات اللي تعمل لك هي البرمجة، تحط لك هي المباريات، تعطيك وقتاش تبدا المباراة، وقتاش الجولة اللي بعدها، الثانية الثالثة. اللي كان يحكي فيه تقريبا شكري بكري على البرمجة نتاع المدرب. إيه اليوم أنا نحط برمجتي على الجامعة. الجمعه عندي فيها زوز مباريات، عندي فيها دو بيك، مو هكا ولا شو؟ في الدو بيك نتاعي وقت اللي تجي انت تطيح لي ولا تاجل لي ولا ماتش بعد 10 ايام، كيفاش باش تكون البيك الثالثه ولا الرابعه؟ واذا باش تقدم لي بعد 4 ايام كيفاش باش نخدم بيك واحده في الجمعه ولا بدو بيك؟ دونك هنا البرمجه راهي تاثر على الاصابات، راهي تاثر على مجهود اللاعبين. هذا غير الخسائر الثانيه كما نقولوا الخارجيه اللي كان يحكي فيها توا نعيم، فهمتني؟ اللي تخسروا الجمعيه في ديبلاسمون، في اوتيل، في بيوس، في معناها كل ما هي خسائر خارجيه. اليوم جامعتنا ولا الجامعه التونسيه لكره القدم مازالت اليوم في الارتجاليه، مازالت اليوم تراعي المصالح الضيق. لليوم باش تراضي هذا ولينا كزيد الماء زيد الدقيق، باش تراضي هذا ما يسلش طلعت لها جمعيه ثانيه ويكلمك الاخر يقول لك شبيك مره كي تطلع الجمعيه افكتيفمون كي تطلع الجمعيه ثانيه، دونك يولي يحب يرضي الجمعيه الثانيه، ودخلنا في سياسه الترضيات، وهذا اللي ضر بالجمعيات نتاعنا من جهه، اللي ضر بالبرمجه السيئه نتاعنا من جهه ثانيه، ومن جهه ثالثه انه المتضرر معناها العنصر الثالث اللي هو الجماهير الرياضيه اللي يستنى في جمعيته باش تلعب بعد ماتش بعد ما نعرفش كيما نقولوا 4-5 ايام، يلقى روحه باش يستنى 10 ايام باش يعاود يتفرج في جمعيته مره ثانيه. هذه معناها من اهم الاشكاليات لليوم. خلينا نقولوا حمزه، البرنامج وقت اللي تحط عندي جورني فيفا، عندي ايامات نتاع منتخب، ايامات كذا، خرجت الايامات الواضحه في البرمجه نتاعك. من بعد بقتني هنا فتره الذهاب، فتره الاياب، فتره البلاي اوف، فتره البلاي اوت، تجي تحددها وقت اللي تحدد المباريات الا كيما نقولوا في الظروف القاهره. صار ظرف طارئ في البلاد، صارت فيضانات، صارت ما نعرفش اشكاليه، مش صارت ملعب لا ملقيني اخي. اذا عندك اشكاليه نتاع ملعب فما بلان ا فما بلان بي، اذا ما وصلناش في البلان بي مع الجمعيه تعدى البلان سي اللي تفرضه الجامعه التونسيه لكره القدم. لكن هذا ما يضرش بالبرمجه نتاعك. نحن اليوم البرمجه نتاعنا مازالت تخضع للاجتهادات الفرديه. واضح.